فينبغي الإخلاص خصوصا في قضية الإمام الحسين سلام الله عليه. سفينة الحسين تجمعنا، المفروض ما يفرقنا شيء. كل واحد يريد يخدم الحسين هو أخ إلي، وهو إلى جانبي، وهو في حصتي، وهو قوة إلي. لا نتعلم التفرقة، لا نتعلم أن فلان كذا وفلان كذا. الكل جاء إلى الحسين، ولكن كل يريد أن يخدم الحسين بالطريقة التي يراها هو مناسب. إذا كانت حسب الموازين وكانت منضبطة فهو أخ لي، هو بجانبي، هو جاي يسير وياي بنفس الطريق. الحسين يوحدنا ما يفرقنا. خلي أقول لك قاعدة: أي كلمة تطلق لتفريق شيعة أهل البيت مهما كان قائلها فهي ليست من شعائر الحسين ولا تنتمي للحسين. أي واحد تشوفه يكتب شيء أو يتكلم بشيء يريد أن يفرق، هذا بعيد عن الحسين. الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا تفرقنا خالفنا أمر الله عز وجل. الله يقول لنا ولا تفرقوا، إحنا نتفرق. إحنا قام مع الأسف يتفرقنا العشيرة، ويفرقنا الحزب، ويفرقنا الانتماء المرجعي، وتفرقنا. شوف الشعائر اللي من شأنها أن تجمع صارت الشعائر شبيه. مع الأسف بعض الناس اتخذ الشعائر شبيه تفرقة والعياذ بالله. وهذا يريد الشعيرة الفلانية، وهذا يريد الشعيرة الفلانية، وذاك ما يريد فلان شعيرة وهذا. والحق أن أترك كل إنسان هو قناعاته. ما دام جاي لخدمة الحسين أتركه. أنا بالنسبة إلي ما مقتنع بشيء، لا أقتنع بهذا الشيء. عندي أدلة ما أقتنع بهذا الشيء، ما حد جابرني تعال سوي فلان شيء. المقابل الآخر هو مقتنع، لا يفرض قناعاته على الآخرين. أنت مقتنع بالعمل الفلاني، روح شو تريد تسوي سوي، لكن لا تقول اللي ما يسوي العمل الفلاني خارج من الدين، لا تقول خارج من التشيع.